أكدت تقارير صحفية أن المدرب تشابي ألونسو كان العامل الأساسي وراء تجديد عقد غونزالو غارسيا مع ريال مدريد. وفي سياق آخر قدم النادي الملكي اعتراضا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأوروبي يويفا، والمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا رفض فيه إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في الجولة 17 من الدوري الإسباني خارج البلاد، معتبرا أن هذا القرار يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وينتهك نزاهة البطولة، مطالبا بعدم السماح بتنفيذه دون موافقة جميع الأندية المعنية. أما بشأن مستقبل رودريغو فتشير المصادر إلى أن بقاءه في ريال مدريد قد يعني دوره كلاعب احتياطي، ومع ذلك لا تزال أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تبدي اهتماما بالتعاقد معه. وعلى صعيد القيم السوقية للاعبين في عام 2025 يتصدر جود بيلينغهام وكيليان مبابي القائمة بقيمة 180 مليون يورو لكل منهما، ويأتي فينيسيوس جونيور ثالثا بقيمة 170 مليون يورو.